السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. عمال باكستان بيشتغلوا في البنا، وهم شغالين جات لهم واحدة ست مغربية جميلة جدا، وكان معاها مجموعة من الوجبات ووزعتها عليهم، وكمان وزعت عليهم حاجة ساقعة، كل ده بدون مقابل، وسابتهم ومشيت وهي فرحانة ومبتسمة. الوجبات كانت جميلة جدا ولذيذة، خصوصا طعم اللحم المميز المختلف عن أي لحمة دقوها في حياتهم. لكن المفاجأة والصدمة الكبيرة هي إن اللحم ده ما كانش لحم بقري ولا جاموسي ولا حتى غزلان، ده كان لحم بشري، لحم إنسان. جريمة من أبشع الجرائم اللي حصلت في الإمارات في مدينة العين، إن الست المغربية دي قتلت اللي كانت بتحبه وقطعته وطبخته. في سنة 2018 كان في شاب عايش مع الست المغربية دي. الشاب كان عنده 27 سنة وهي كانت أكبر منه ب10 سنين، يعني كان عندها 37 سنة. الشاب ده اختفى فجأة، وكان ليه أخ عايش في مدينة عجمان. الأخ كان متعود إن هو يتصل بأخوه يطمن عليه. في الوقت ده لما كان بيتصل بيه ما كانش عارف يوصله، فضل على كده أيام وأسابيع وهو بيحاول يكلمه ومش عارف يوصله، لحد ما في الآخر راح له للمكان اللي هو عارف إنه عايش فيه، بس برضه ما لقاهوش. فراح للست إنه عارف إن هي عشيقته، راح لها كذا مرة وسألها عن أخوه، لكن هي نفت إنها شافته، وقالت له إنها طردته من البيت لما قال لها إن هو هيتجوز. ولأن الأخ كان بيحاول يوصل لأي معلومة تطمنه على أخوه، فكان بيروح للست المغربية دي كتير علشان يحاول يعرف منها أي حاجة. فالست اتخنقت وانفعلت وطلبت منه إن هو ما يجيلهاش تاني. فالأخ بدأ يشك وحس إن في حاجة مش مظبوطة. وبعد 3 شهور من اختفاء الشاب راح الأخ وبلغ الشرطة، وقال لهم إن هو شاكك إن تكون الست المغربية دي هي السبب وراء اختفاء أخوه. الشرطة في الإمارات ما بتتساهلش مع أي بلاغ أيا كان، حتى لو كان بلاغ عن سرقة حمامة طايرة في الشارع. وفعلا اتحركت الشرطة فورا وراحوا للست المغربية وحققوا معاها، وهم بيستجوبوها حسوا برضو ان في حاجة مش مظبوطة وقلقوا، فعملوا تفتيش للشقة. وهنا كان الدليل المرعب جدا، لقوا نص ضرس إنسان متعلق في شفرات الخلاط من تحت، يعني متداري كده. أخدوا نص الضرس ده وفحصوه وطبقوه بالحمض النووي للشاب المختفي. وهنا اتأكدت الشرطة إن الضرس ده للشاب اللي هم بيدوروا عليه، فقبضوا على الست المغربية. أول ما قبضوا عليها انهارت وبدأت تعترف. قالت إن في يوم الجريمة قال لها عشقها ده إن مامته جابت له عروسة مغربية وإن هو لازم يقطع علاقته بيها. فقعدوا يتكلموا كتير وانفعلت وجابت سكينة وضربته، وبعد ما قتلته قطعته قطع وسلقته عشان تفصل اللحم عن العظم. أخدت العظم رميته في الزبالة بعد ما كسرته، وأخدت اللحم فرمته وعملته وجبات. ولأنها كانت شاطرة جدا في المطبخ عملته وجبات المكبوس، ودي أكلة مشهورة جدا في الخليج. وراحت هي وواحد صاحبها ووزعوا الوجبات دي كصدقة على العمال الباكستان. المحكمة حكمت على الست المغربية دي بالحبس مدى الحياة. السيدة المغربية وصفت الجريمة بأنها وقعت في لحظة جنون، يقطع الجسد ثم يتم طهوه أو طهيه للبشر، يعني ليأكلوه. نماذج كتير من جرائم بشعة كتير بتحصل، لكن الفظ والغليظ في الموضوع إن هم بعد ما بيخلصوا على ضحاياهم دماغهم بتهديهم ان هم يقطعوهم عشان يخلصوا منهم. يعني ما اكتفوش ان هم قتلوه، لا كمان بيقطعوه، يعني تمثيل بالجثة. الجريمة دي مش في الامارات بس، الجرائم يعني نوعيات الجرائم دي حصلت في بلدان كتير عربية او غير عربية.
الفكرة ان العقلية اللي بتوصل للبني ادم ان هو يتصرف بالشكل ده ما ينفعش ان هي تتعامل مع الناس وتنطلق كده في حياتها عادي. يعني انا من وجهة من نظري الشخصية ان الست المغربية دي كان المفروض يتحكم عليها بالاعدام، ولكن قانون البلد ممكن يكون ما بيسمحش بالاعدام فحبسوها مدى الحياة. في احكام بتبقى مدى الحياة ولكن بيبقى في امكانية الافراج عنهم. ولكن الفكرة ان ازاي البني ادم دماغه توصله لحاجة زي كده، الفكرة نفسها صعبة ومرعبة. مين ده اللي يجيله قال ده؟ الواحد لما بيبص على فرخة مثلا بتتذبح او حاجة بيبقى خايف ومش عايز يبص، بيبقى مقشعر كده، فما بالك بإنسان بتموته وتقطعه؟ يعني مش مثلا قتل عن طريق الخطأ ولا حاجة، لا، دي الجريمة متدبرة في دماغها ويعني بتتفنن في انها تخفي آثار الجريمة. حاجة بشعة جدا النوعيات دي، يعني ربنا يلطف بينا. وخلي بالكم من أي حد بتتعاملوا معاه، لأن النفوس ما بقتش زي زمان. زمان كنا بنقول إن النفوس صافية وكان فيه حب وكان فيه خير، إنما دلوقتي بقى الشر هو الأكثر انتشارا. فخلي بالكم من تعاملكم مع اللي حواليكم، ما تقولوش أبدا لا ده صاحبي أو صاحبتي ما يطلعش منهم كده، ولا لا ده اللي بحبه، ولا ده حبيبي أو حبيبتي. لا، لأن أكتر المشاكل وأكتر الجرائم البشعة ما بتجيش غير من القريبين. ربنا يحفظنا جميعا. ما تنسوش ان دعمكم دايما بيفرق، باللايك والشير والسبسكرايب وتفعيل الجرس. حلقة النهاردة خلصت بس لسه الحلقات جاية كتير، استنوني في حلقة تانية جاية. شكرا ومع ألف سلامة.